السلسلة الهندية الحب الخادع، التي دائما يتم طرح أسئلة حولها، ولكن السؤال هذه المرة: ما سبب حب الجمهور لهذا المسلسل بمواسمه الثلاثة؟ في هذا الفيديو سنشارك معكم رأينا حول هذا المسلسل وما سر نجاحه. مسلسل سأموت فداء للحب بمواسمه الثلاثة. أولا، كل جزء مميز بتفاصيله. كما لاحظنا في مسلسل حب الخادع والعميلة السرية، ميزانية الملابس والديكور كانت ضخمة وراقية جدا. في مسلسل حب الخادع الديكور والملابس كانت مختارة بعناية وبشكل رائع، وحتى اختيار ثنائي كان بدقة، والكل أعجب بالتناسق وجمال ديب وتارا في المسلسل. وحتى بداية القصة كانت رائعة، ولكن بعد دخول نيا شارما إلى المسلسل أصبحت كارثة، والحلقات معقدة. تمثيل النجمة إليشا بانوار وأرجون بيجلاني كان جميل للغاية، لولا إفساد المخرج لباقي الحلقات التي جعلت المشاهدة مملة ومكررة. أما بالنسبة للعميلة السرية، الملابس والمنزل وكل شيء كان رائعا وبشكل راقي، والجميع أعجب بالثنائي فانج وريدما. كانت ثنائي متناسقا للغاية، والميزانية كانت ضخمة جدا من حيث الملابس. وبداية الحلقات كانت رائعة، والجميع أعجب بتمثيل راهول سودهير في المسلسل وأداؤه الرائع. كانت تقييمات جيدة، ولكن آخر الحلقات لم تعجب الجمهور بسبب اللخبطة التي حدثت والعديد من الأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها. أما بالنسبة لمسلسل لأجلك مهما كان، الملابس كانت عادية جدا، وحتى الميزانية كانت منخفضة للغاية. من حيث الملابس والمنزل، في بداية الحلقات كان رائع، ولكن الثنائي غير متناسق، مما جعل المسلسل يحصل على نسبة مشاهدة قليلة، جعلت المخرج يضطر إلى تسريع الأحداث. أخبروني في التعاليق ما هو الجزء الذي أعجبكم من بين هؤلاء الثلاثة.